تخيل تشتري تابلت فتلاقيه بيتفرد معاك لشاشه 120 انش. قبل فيديو النهارده فده ما كانش بيحصل غير في افلام الخيال العلمي، ولكن بعد فيديو النهارده فانا جايب لك منتج حي حرفيا بيحصل فيه كده. هي الميزه دي بس اللي هتخليك تشتري التابلت اللي معانا النهارده، لانه التابلت الوحيد في العالم اللي بيعمل كده. المهم اعمل لايكك الجميل، سبسكرايبك الاجمل، لان ده منتج مش هتشوفه تاني في العادي. ومن غير كلام كتير يلا بينا نبدا. مبدئيا التابلت ده بيجي في علبه اضخم علبه تابلت في العالم، فيها بجد كل حاجه، راس شاحن صاروخيه 120 واط، كابل الشحن، جاي معاه في العلبه مفك مثلا عشان تركب الجزء المعدني ده في ظهر التابلت فيبقى حرفيا البروجيكتور بتاعك في البيت، وجاي معاه قلم تاتش وكونفرتر ما بين يو اس بي ال يو اس بي سي تقدر توصل بيه فلاشات واي حاجه. وعايز اقول لك على معلومه يعني مش عارف اجيبها لك ازاي، بس التابلت ده الرامات بتاعته بتوصل ل 36 جيجا، هو جايب 12 جيجا فعليين وبيتزود له 24 جيجا زياده. طبعا مبدئيا لازم تبقى عارف ان التابلت ده مصفح، يعني واخد الميليتري جريد فما بيتكسرش، وريتنجز اي بي 68 واي بي 69، هو ضد الميه ضد التراب وضد الكسر. في هنا فلاشات كده بتنور معاك في كامبينج وبتاع، الفلاش ده قوي جدا يقدر ينور معاك لو انت عامل كامبينج في الصحراء او حاجه، هتلاقي الكشاف ده هتعتمد عليه جدا يعني. ولما تبص عليه من هنا فوق كده هتلاقي بقى ايه المكان اللي بيطلع منه الشعاع بتاع البروجيكتور، وكمان بيظبط الفوكس بتاعه، هو اوتو فوكس كمان البروجيكتور ده، وده مكان التهويه بتاعه. عندك هنا زرار فوليوم اب وداون، ومن هنا زرار اللوك، واللي بالمناسبه فيه البصمه كمان بتاعتك، في بصمه في الزرار هنا، وطبعا كل فتحاته هتلاقيها متقفله عشان هو ضد الميه. هنا هتلاقي مدخل شحن التايب سي، وهنا المكان اللي هتحط فيه الشرايح والميموري كارد وهكذا، والسماعات من فوق عندك اهي. ملمس التابلت طبعا كله من المطاط والمعدن وحاجات كده قويه، حرفيا ما بيحصلوش اي حاجه، زي الجاموسه لو وقع حرفيا يكسر حاجه، يعني انا خايف اوقعه مثلا هنا يكسر السيراميك مثلا، لانه بالمناسبه هو تابلت مصفح وكل حاجه وكمان تقيل. عايز المشاهد التابلت ده وزنه كيلو ونص، فهو تقيل يعني انت ممكن تلعب بيه عادي دمبل وبتاع يعني هتربي عضلات يعني. وجايب شاشه عرض كبيره 11 انش فول اتش دي بلس اي بي اس ال سي دي وبريفريش ريت 90 هرتز. ولكن هو سر التابلت ده كله في كونه انه بروجيكتور مش تابلت عادي، فانت هتقعد تتفرج على محتواك المفضل على الشاشه الكبيره دي عادي جدا، والوانها على فكره كويسه يعني هتعجبك. ولكن لما تزهق من الشاشه الصغيره دي تقدر تفتح شاشه 120 انش تلفزيون. شوف انت عايز تتفرج على ايه بشاشه كبيره كانه تلفزيون في بيتك. وعشان تقدر تعتمد على التابلت ده فعلا من حيث البروجيكتور ومن حيث الكشاف مثلا اللي ورا وهكذا، فلازم تبقى بطاريته كبيره جدا، تبقى اكبر بطاريه في الدنيا يعني، من الاخر يبقى باور بانك متنقل معاك. فالبتاع ده يا جماعه جايب بطاريه 30000 ملي امبير. انت بجد سمعت صح، هو 30000 مش 3000 مثلا 5000، 30000 مع سرعه شحن 120 واط بس. اللهم يعني 120 واط هتعمل ايه في 30000 ملي امبير؟ فاهم، هو يشحن معاك في كذا ساعه. ولكن 30000 ده معناه ان التابلت ده بجد ما بيفصلش، فعلا ممكن يقعد معاك اسبوع لو انت مش بتستخدمه، اللي هو استخدامك الخفيف يعني. ولكن مشغل بروجيكتور بقى وبتعمل كامبينج وبتاع وتستخدم الفلاش بتاعه القوي والكلام ده كله، فاكيد هيقعد معاك مثلا يوم يومين ولا حاجه، على حسب طبعا استخدامك جدا. الموضوع هنا متراوح على حسب هتشغل البروجيكتور قد ايه، لان البروجيكتور هو اكتر حاجه بتستهلك بطاريه في البتاع ده. وعايز اقول لك انا استخدمت البروجيكتور حبه حلوين، ممكن ساعه مثلا ولا ساعتين مستمرين، which is اللي هو طول فيلم مثلا او حاجه، والبطاريه في دي بتاع 30% يعني مش كلام كبير فاهم. وعلى فكره صوت السماعات هنا ستيريو، صوت عالي، وهتعتمد عليه جدا طبعا وانت موصله كبروجيكتور، يعني هتبقى سامع صوت من هنا وطالع كويس جدا على فكره. خلينا نشغل اي حاجه مثلا، بتفرج على نصوحي مثلا بعد ما قفل التحدي علي الصوت. الحلقه اللي هنختم بيها الصوت عالي جدا، يعني هو صوت نصوحي عالي كده كده، بس يعني الصوت عامه عالي جدا يعني. طبعا زرار البصمه موجود في زرار الباور هنا، وزي ما قلت لك هو زرار سريع جدا مفيش فيه اي مشكله يعني. بص اقفل افتح، بيفتح معاك بسرعه جدا ولا في اي مشكله. التابلت ده جاي عليه اندرويد 15، وعندك الواجهه بتاعتهم الدوك او اس 4.2، مش اجمد واجهه طبعا، مش الواجهه المستقره الواجهه اللي مليانه فيتشرز بتاع، لا اي حاجه بسيطه جدا، ولكن خفيفه عادي على التابلت، مش بتعلق للدرجه فاهم. مش هتقابل مشاكل مع التابلت، تلاقي الدنيا سريعه معاك واستخدامك اليومي عادي جدا وزي الفل يعني. ولو مدي التابلت ده لاي حد هو هيستخدمه الاستخدام العادي يعني مفيش فيه اي مشكله، التابلت سريع مش بيعلق. ولكن بالنسبه للمعالج الموجود فيه، فالاكتيف 12 برو 5G جايب معالج من ميديا تك الدايمنسيتي 7300، معالج بيدعم ال 5G، ومعالج على فكره اداؤه كويس، ولكن ده مش الاسرع يعني والصاروخي وبتاع، لا هو اداء متوسط يعني. عايزين المشاهد لو لسه تتفرج لحد الثانيه دي، فانا عايز اقول لك انا حاسس ان انت نسيت تعمل لايك. شوف انا جاي افكرك ازاي، انا جاي لك من المستقبل وعارف انت نسيت تعمل لايك يا ريس، فاعمل لايك الفيديو دلوقتي حالا، وسبسكرايب لو مره تشوفني على يوتيوب عشان دي حاجه هتبسطني فوق ما تتخيل. واكتب لي تحت في الكومنتات لو في اي منتج تاني عايز نجربه في فيديو، سواء كان موبايل تابلت اي حاجه، وهجربه ان شاء الله في الفيديوهات الجايه. طب مش بتتلعب على اتش دي ار والترا او سموث واكستريم، انت اعلى فريمات هتاخدها 60 فريم على سموث واكستريم، وده اوبشنز لذيذه جدا يعني لو انت عايز تلعب عادي عامه على التابلت ده. وتجربه اللعب هنا على فكره مش سيئه
رايقه يعني، عادي تقدر تلعب باربع صوابع والدنيا لذيذه معاك يعني. مع صوت السماعات الاستيريو فانت تبقى سامع فعلا الصوت بجد هو جاي منين، حد بيضرب نار جنبك هتبقى عارف هو جاي من هناك ولا من هنا ولا من هنا. الدنيا لذيذه يعني. للاسف مكان السماعات هو هنا بس يعني في الناحيتين دول، فانت لو عايز تلعب هتضطر تقلب التابلت كده عشان ما تكتمش السماعات بايدك، فاهم؟ لان هم في نفس الناحيه. تجربه اللعب هنا زي ما انت شايف كده اللي هو قشطه لذيذ، اللعبه سريعه معاك مش بتعلق يعني، تقدر فعليا تلعب على التابلت براحتك عادي خالص، ولكن هو تقيل يعني. انت لو هتقعد تلعب بالشكل ده هو هيتعب لك ايدك، فاهم؟ فانت اظن هتحط التابلت كده وتلعب بقى عادي اللي هو كده يعني. بلاش تشيله في ايدك صدقني لفتره طويله يعني. في ابلكيشن نازل على التابلت ده بري انستولد يعني موجود عليه، اسمه تول باج. هتلاقي عليه بقى كل الحاجات الفيتشرز المختلفه اللي بيقدر يعملها هنا، زي التورش مثلا، الكشاف بتاعه تقدر تنوره من هنا، الكامبينج لايت هتلاقيه هنا برده تنوره من هنا، تقدر تشغله كده وهتلاقيه نور معاك. طبعا اضاءه قويه جدا، ودي اقل حاجه انا عايز اقول لك. في بقى هايلايت، في اكستريملي برايت، دي اعلى حاجه. وعلى فكره هو قوي جدا، شايف انا عندي اضاءه هنا قويه جدا ومع ذلك هو مقصر يعني، شوف تاثيره عامل ازاي. لو الدنيا ضلمه هو هينور الاوضه دي كويس جدا يعني. صراحه كشاف تقدر تعتمد عليه جدا، خصوصا لو انت في مكان الكهرباء فيه بتقطع او طالع كامب، الصراحه هيبقى مفيد جدا ليك، بالذات بعد ما تركب له البتاعه دي كده وتسنده. في مود تقدر تستخدمه كمرايه، منقله، مش عارف ازاي تستخدمه منقله بس تمام يعني، وبيفتح الكاميرا معاك ويساعدك. في كذا فيتشر كده لذيذه هم ضايفينها في السوفت وير. تابلت زي ده انا توقعت ان كاميراته تبقى اللي هي العاديه منه البيزك، عايز اقول لك بقى ان ده مش حاصل هنا تماما. عايز اقول لك ان الكاميرا الاساسيه في التابلت ده هي احسن كاميرا انا شفتها في حياتي في اي تابلت. الكاميرا الاساسيه هنا هي 108 ميجا بكسل بسنسور من سامسونج الاتش ام 6 مع كاميرا سيلفي ممتازه 50 ميجا بكسل برده مستشعر من سامسونج الجي ان 1. وعلى فكره هم كويسين يعني. خليني برده اخد لك كام صوره دلوقتي. ادي صوره سيلفي، وتعالى ناخد صوره بالكاميرا الخلفيه كده برده لعلبه التابلت مثلا. وعندك مود هنا 108 ميجا بكسل، صوره مليانه تفاصيل بقى وتقدر تزوم فيها براحتك. بص انا بزوم عامل ازاي، كم تفاصيل في الصوره مستحيل تطلع من كاميرا التابلت. دي الصوره ال 108 ميجا بكسل، ودي الصوره السيلفي زي ما انت شايف كده كويسه جدا يعني. دي ممكن تكون واحده من احسن السيلفيات اللي ممكن تاخدها من اي تابلت في العالم. هم مهتمين جدا بالكاميرا هنا على فكره، وكويسه قوي للميتنجز كمان، وخصوصا زي ما قلت لك وانت مركب ده. تعالى نركبه. التابلت ده طبعا برده بيدعم الان اف سي يعني لمعلوماتك. ادي المسامير اللي هتركبها وده المفك، فهنجيب المسمار كده ونبدا نربط يا باشا. ضن كده اتربط خلاص. تقدر تفتح دي كده وتخليه بالشكل ده ساند كده، تقدر تعمل فيديو كول براحتك مثلا لو انت عندك اجتماع او حاجه. في نفس الوقت تقدر تظبطها بحيث تخليه بشكل معين كده مثلا عشان يبقى بروجيكتور يبروجكت على حاجه قدامك، هيبقى بالشكل ده بالزاويه اللي انت عايزها تقدر تظبطها. وعلى فكره البروجيكتور بتاعه ده فيه اوتو فوكس، ودي حاجه بجد ما توقعتهاش من تابلت، فاهم؟ في الاول وفي الاخر تابلت مش جهاز بروجيكتور مخصص، ده في بروجيكتورز اصلا بتبقى الفوكس بتاعها مانيوال. تخيل هنا انت عندك اوتو فوكس عادي وممكن تظبطه مانيوال عادي برده، الموضوع بسيط. وعشان تشغل البروجيكتور فعندك هنا ابلكيشن ليه اسمه بروجيكتور، منطقي جدا يعني، ميك سنس. هتفتح معايا هنا كده هتلاقي شكل التابلت موجود قدامك وبيقول لك البطاريه كام. تخيل 83% دي تقعدك 4 ساعات ونص على البروجيكتور ده بتستخدمه، وده رقم مرعب يعني. ايه 83% تقعدك 4 ساعات ونص؟ ده اصلا هتتفرج على فيلم مثلا، فاهم؟ فاللي هو ساعتين مثلا. وهنا طبعا تقدر توطي وتعلي الاضاءه وتعمل كل حاجه. ممكن اشغله بالشكل ده، الاضاءه بتاعته هي اشتغلت وبيبدا يعمل فوكسنج زي ما انت شايف. تقدر توطي وتعلي الاضاءه بتاعته، بيعمل فوكس دلوقتي على الحيطه هنا عندي. تقدر تعمل اوتو فوكس، تقدر تعمل مانيوال فوكس من هنا، تتحكم في الفوكس عادي مانيوال، تقلل البرايتنس بتاعته او تعليها ل 100%، وبتقدر تشغل اي حاجه. هو بيعرض لك شاشه التابلت حرفيا، فتقدر تفتح يوتيوب، تفتح اي ابلكيشن وتتفرج عليه على الشاشه كامله. عايز اقول لك تجربه استخدام البروجيكتور بجد حلوه. انا ما كنتش اتوقع ان في يوم ممكن استخدم تابلت كبروجيكتور، ما حصلتش، ما فكرتش فيها قبل كده، بس بصراحه تجربه حلوه. فكره ان التابلت ده 2 في 1، تابلت عادي وكويس واداؤه حلو، وفي نفس الوقت بروجيكتور تقدر تتفرج عليه انت والعيله. فبصراحه تجربه لذيذه قوي يعني. طبعا البروجيكتور دلوقتي اشتغل زي ما انتم شايفين في الصاله اهو، بعلي البرايتنس ل 100%، دي اعلى اضاءه. نفتح يوتيوب مثلا ونجرب البروجيكتور بتاعنا. الصوت بيبقى شغال على صوت التابلت وقاعد بتتفرج قدامك. صوت التابلت عالي قوي يا جماعه، حلو قوي. انا ممكن اوطيه شويه. سنه وانت طيب يا معلم. عامل ايه؟ انا ملاحظ الفيديوز السوداء ما بتبقاش احلى حاجه برده، مش اوضح حاجه الصراحه، وفي الكاميرا اسوأ شويه، لكن انا على الحقيقه عادي انا شايف. تعال نتفرج على حاجه بقى الوانها افتح شويه. انا مش مصدق ان الكواليتي دي والالوان دي طالعه من تابلت بصراحه، مش متوقع حاجه زي كده. الله عليك يا عم حكيم هداول ايه. تخيل تبقى قاعد كده التابلت بتاعك بيقدر يتفتح التلفزيون حرفيا، ده حجم تلفزيون زي ما انت شايف كده، تحفه. انت لو بعدت التابلت هيجيب لك معاك شاشه اكبر كمان، كل ما بتبعد التابلت كمان الشاشه بتبقى اكبر بكتير. بصوا كده عامله ازاي. التابلت هيبقى متوفر للبيع وقت نزول الفيديو ده، هسيب لك اللينك بتاعه تحت في الديسكربشن دلوقتي حالا. سعر التابلت الرسمي للنسخه ال 12 256 هو $529، وبالنسبه للنسخه ال 16 و1 تيرا $569. وفي وجهه نظري تابلت زي ده انت مش هتشتريه غير عشان 3 حاجات. اول حاجه بطاريه
بطاريته العملاقه 30000 ملي امبير. تاني حاجه عشان في كشاف ينفع للكامبينج كمان معاك. واخر حاجه طبعا والاهم هي فكره انه بروجيكتور، وبجد يستاهل سعره. يعني تابلت متكامل هيبقى وسيله ترفيه حلوه جدا عندك في البيت. لو عندك اي استفسار عن الاكتيف 12 برو الجديد اكتبوا لي تحت في الكومنتس دلوقتي حالا، انا بقرا كل الكومنتس اللي عارفين وبرد عليها. بس كده عندكم معاكم مش بقى لايك في الكبير، ولا كان اخر فيديو جديد. بيس.